مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. مشاورات حول الدفع بمشاركة الإناث في التعليم بمديرية زرون. فرع المراقبة الإقليمية بالقاشبركة يقدم محاضرات حول سلامة الأغذية. لاختتام فعاليات تنظيمات الشباب العامل بمديرية عدخال. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا. توافق تركي بريطاني بشأن جملة من القضايا الدولية والإقليمية. حوض المتوسط وأوروبا يواجهان أسوأ جفاف في يونيو منذ عقد. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تم عقد مشاورات مع الإداريين ورجال الدين والأعيان في مديرية صارونا لزيادة المشاركة في التعليم بشكل عام ومشاركة الإناث بشكل خاص. أوضح مسؤول مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ سلطنة جبريوناس أن الهدف من الاجتماع التشاوري هو إيجاد حلول للمشاكل التي تعيق وصول الإناث إلى المدرسة. وقال الأستاذ سلطنة جبريوناس مسؤول التعليم في مديرية صارونا أن هدف الاجتماع هو تحديد وإيجاد حلول للمشاكل التي تعيق وصول الإناث إلى المدرسة، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا لمعالجة ضعف مشاركة الإناث مقارنة بتغطية الخدمات التعليمية. وذكر مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزك كيداني بدوره أنه قد تم توفير المؤسسات التعليمية والمعلمين في جميع المديريات باستثناء ضاحية فرحو. وأضاف المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية السيد قال تسفى سلاسي أن المدارس في إدارات ضواحي إندا ستيفانوس ودبي وغوبلي وأبعى لديها أدنى مستويات في مشاركة الإناث بالتعليم. وأعرب المشاركون عن استعدادهم للمساهمة بكل ما في وسعهم لحل هذه المشكلات. واقترحوا تعزيز برنامج تعليم الكبار وتشجيع الطلاب والآباء المثاليين وإجراء مناقشات مماثلة مع الطلاب والمعلمين والآباء من خلال زيارة المدارس. هذا وتوجد 35 مؤسسة تعليمية في مديرية صارونا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. قدم فرع المراقبة الإقليمية بالقاشبركة محاضرات للمزارعين وأصحاب المرافق الخدمية في مديرية سلعة وكركبته وعالي القاش وغونيا وموغلو حول سلامة المواد الغذائية للإنسان والحيوان. وحثت خبيرة مراقبة الثروة الحيوانية السيدة مأزان القوسي العاملين في الشأن إلى الانتباه في المحافظة على جودة وقيمة المنتج الغذائي منذ إنتاجه وحتى تقديمه للمستهلك، مشيرة إلى ضرورة اتباع منتجو وصناع المواد الغذائية لإرشادات الخبراء والاعتماد على الطرق العلمية في حفظ الأغذية ومشتقاتها، خاصة وأن سلامة الغذاء ترتبط بسلامة البيئة بشكل وطيد. وأوضح خبير إنتاج البقوليات السيد حدش قبر مسقل بدوره الآثار الجانبية وتلك المباشرة لاستخدام المواد الكيميائية لإبادة الآفات، حيث تؤثر المبيدات غير معروفة المصدر والتي تستعمل دون إشراف الخبراء على البيئة بشكل عام وعلى صحة الإنسان والحيوان بشكل مباشر، موصيا المزارعون لاستعمال الطرق الطبيعية لمكافحة الآفات وإثراء التربة بشكل كبير. واقترح المشاركون بدورهم فرض رقابة جادة لإدخال الأدوية الحيوانية والنباتية وضمان صلاحية المسالخ المحلية والتخلص من الكلاب الضالة. وأكد مدراء المديريات أن المحاضرات تسهم في إنجاح مسيرة ضمان الغذاء الصحي للكل وفي كل مكان، مناشدين الجهة المعنية لتنظيم برامج مماثلة لتوسيع المعرفة الغذائية وسبل ضمان سلامة الأغذية، مناشدين المزارعين والعاملين في صناعة المنتجات الغذائية للاستفادة من محتوى المحاضرات والعمل للمحافظة على الأغذية منذ إنتاجها وحتى استهلاكها. واختتمت فعاليات تنظيمات الشباب العامل في مديرية عدخالة والتي استمرت لمدة شهر تحت شعار تأطير وتنظيم الشباب ضمان للتنمية والتصدي بأنشطة ثقافية ورياضية وتعليمية. وأوضحت ممثلة الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا السيدة سمهر قبر ميكائيل في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة عن أهمية الفعاليات والأهداف، مذكرة المجتمع والمؤسسات الحكومية المعنية بدعم تنظيمات الشباب العامل. هذا وقد تم تقديم الجوائز للفائزين في المسابقات التي نظمت ضمن الفعاليات.
تم توزيع الأراضي السكنية في إدارة ضاحية لحيو التابعة لمديرية صنعاء ل 57 مواطن من ضمنهم 18 امرأة ممن استوفوا الشروط المطلوبة للحصول على حق امتلاك أرض سكنية، حيث حصل كل واحد منهم على مساحة 250 متر مربع من الأراضي السكنية، حسب ما أفاد به مسؤول مكتب الأراضي والمياه والبيئة بالمديرية السيد زكرياس عقبو، مذكرا الحاصلين على الأراضي للاستفادة منها بشكل صحيح. وأوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية المكلف السيد حقوس إبراه بدوره أن المكتب يعمل على تمكين جميع من استوفوا الشروط المطلوبة للحصول على أرض سكنية، وأن من تخلفوا في إحضار الوثائق المطلوبة في الوقت الحالي سيتمكنون من الحصول على حقهم عند إتمام الإجراءات المطلوبة في أقرب وقت ممكن. هذا وتقع القرى الست التي تخطونها 800 أسرة تابعة لإدارة ضاحية لحيو على بعد 30 كيلومتر جنوبي مدينة صنعاء. تلقى 12 معلما و55 طالبا من مدرسة دندن الثانوية دورة تدريبية في لغة الإشارة من 3 إلى 6 أشهر. وقال مدير المدرسة الأستاذ دانيال هابتي في مراسم التخرج يوم 29 من يونيو أن التدريب يهدف إلى حل مشكلات التفاهم والتواصل مع الصم عامة وطلاب الصم خاصة. وقدم في المناسبة عرضا يعكس المعرفة المكتسبة. وذكر الأستاذ حقوس كداني من قسم التعليم في الإقليم الأوسط أن المدرسة استقبلت 14 من الطلاب الصم خلال العام الدراسي 2024-2025، وأن التدريب سيكون له دور كبير في تخفيف معاناة الطلاب الصم في العملية التعليمية. هذا وأشاد المعلمون والطلاب بالتدريب المقدم مجانا. يقوم سكان 35 قرية في 9 إدارات ضواحي بمديرية حلحل بحملة واسعة لصيانة التربة وحفظ المياه. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد ياسين محمد إدريس أن النفير الذي بدأ في شهر يناير شمل بناء المدرجات والحواجز وصيانة الطرق والمجاري التحويلية. وأشاد مدير مديرية حلحل السيد قرماسيون أبرهة بالأنشطة الشعبية الجارية لحفظ المياه، مؤكدا ضرورة الدفع ببرامج الحملة الخضراء ورفع الإنتاجية. وأكد المشاركون في النفير من جهتهم بأنهم سيواصلون العمل حتى بدء موسم الأمطار. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بقرار رفع العقوبات عن سوريا، معتبرا أنه يفتح الباب أمام انفتاح سوريا على المجتمع الدولي ويمهد لانطلاقة طال انتظارها في مجالات إعادة الإعمار والتنمية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن القرار الجديد يستثني من رفع العقوبات الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومساعديه وتنظيم الدولة، بالإضافة إلى من وصفتهم بوكلاء إيران. وأكد ترامب في بيان عقب التوقيع أن رفع العقوبات يأتي دعما لأهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، مشددا على التزام واشنطن بدعم سوريا موحدة ومستقرة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. وأضاف أن القرار الجديد يزيل عقبات كانت تعرقل التعافي الاقتصادي في سوريا، مشيرا إلى أن الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت خطوات إيجابية على حد تعبيره. كما أوضح أن القرار ينهي حظر تصدير بعض السلع إلى سوريا. أبدت تركيا وبريطانيا توافقا في الآراء بشأن الكثير من القضايا الدولية والإقليمية، واتفقتا على المضي قدما في تعزيز العلاقات بمختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستثمار والتجارة والتعاون الدفاعي. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن وجهات نظر البلدين تكاد تكون متطابقة في مجال السياسة الخارجية، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا يحظى بدعم بلاده وبريطانيا. وأضاف فيدان في تصريحات مشتركة مع نظيره البريطاني ديفيد لامي عقب محادثاتهما في أنقرة أن التعاون المكثف بين البلدين في مجالات عديدة كالاقتصاد والدفاع والتعاون التكنولوجي يسير على نحو ممتاز. ولفت فيدان إلى أن حجم التجارة بين تركيا وبريطانيا يقترب حاليا من هدف 30 مليار دولار، وهو الهدف الذي يسعى إليه البلدان ويصران عليه بشكل كبير في السنوات الأخيرة. تشير بيانات جديدة إلى أن نصف مساحة أوروبا وحوض البحر المتوسط سجلت أعلى مستوى جفاف لشهر يونيو منذ بدء الرصد قبل أكثر من عقد.
وفق تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات المرصد الأوروبي للجفاف، وأظهرت البيانات أن المنطقة المذكورة كانت لا تزال تحت تأثير الجفاف في الأيام الأولى من يونيو الجاري، وهو أعلى مستوى يسجل لهذا الوقت من العام منذ عقد. وبحسب التقرير فإن نحو 50% من مساحة الغارة وسواحل المتوسط كانت تعاني من الجفاف بين الأول وحتى العاشر من يونيو، متجاوزة بوضوح المتوسط المسجل للفترة نفسها بين عامي 2012 و2024 والذي بلغ 33%. ويعد هذا الوضع المناخي مقلق بسبب تراكم عدة عوامل أبرزها شح الأمطار وانخفاض رطوبة التربة وتدهور الغطاء النباتي، وهي المعايير الثلاثة التي يعتمدها مؤشر الجفاف التابع لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمراقبة الأرض عبر الأقمار الاصطناعية. في الخبر الأخير، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي المعروف باسم جوبي بالتعاون مع شركة جوبي إيفيشن المتخصصة في تطوير التاكسي الجوي الكهربائي لخدمة نقل الركاب من موقع الاختبار في منطقة صحراوية في دبي. وتعتبر هذه الرحلة التجريبية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي جزء من رحلات تجريبية يومية لاختبار التاكسي الجوي في البيئة المحلية استعدادا لإطلاق خدمة تجارية داخل دبي بحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي. ويتميز التاكسي الجوي جوبي بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي طائرة مستدامة صديقة للبيئة تعمل كليا بالطاقة الكهربائية ولا تتسبب في أي انبعاثات تشغيلية. وسيشهد العام 2026 إطلاق عمليات محطة التاكسي الجوي بالقرب من مطار دبي الدولي وتشغيل أول رحلة للتاكسي الجوي. مشاهدينا الأفاضل، في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مشاورات حول الدفع بمشاركة الإناث في التعليم بمديرية زرونا. فرع المراقبة الإقليمية بالقاش بركة يقدم محاضرات حول سلامة الأغذية. اختتام فعاليات تنظيمات الشباب العامل بمديرية الدخان. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا. توافق تركي بريطاني بشأن جملة من القضايا الدولية والإقليمية. حوض المتوسط وأوروبا يواجهان أسوأ جفاف في يونيو منذ عقد. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.